اهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد، والنهارده جاي لكم في تاني فيديو على قناتنا. الفيديو التاني بعد الفيديو الاول اللي اتكلمنا فيه عن المقدمة بتاعة القناة، او اللي هو كان المقدمة بتاعة القناة. اتكلمنا فيه عن القناة بتاعتنا وايه هو المحتوى اللي هيتقدم في القناة بتاعتنا في الفترات الجاية. كمان بعد كده هنخش على الفيديو اللي عندنا النهاردة، وهو اول فيديو عن القناة بتاعتنا، واللي هو بعنوان ازاي تقدر تحصل على كورسات مجانية من يوديمي بشهادات معتمدة من اكبر الشركات الموجودة على مستوى العالم، وكمان مع افضل محتوى ممكن تحصل عليه على الانترنت بشكل عام. بنيجي في الاول عندنا القائمة اللي قدامنا ديت، وهي القائمة الرئيسية او الصفحة الرئيسية الخاصة بيوديمي، واللي من خلالها بيبان لنا شوية حاجات زي ما انتم شايفين: اقسام الكورسات الموجودة على يوديمي، والاقسام ليها اقسام فرعية. وطبعا الاقسام مش اقسام قليلة خالص، ده عندك ديفلوبمنت التطوير، عندك ديفلوبمنت ديت هي ليها علاقة بالبرمجة بشكل كبير او بشكل كامل يعتبر. عندك البيزنس واللي هي ليها علاقة بالكوميونيكيشن والمانجمنت والانتربرنشيب، وعامة يعني هي الحاجات الخاصة بالأعمال. عندك الفاينانس والأكاونتنج دي خاصة بالكتابة في الدفاتر أو المحاسبة بشكل عام، والبلوكشينز والعملات الرقمية، والفاينانس اللي هي الأمور المالية وكل ما يتعلق بالأموال عامة. وعندك الاي تي، وعندك الاوفلاين برودكتيفيتي، وعندك البيرسونال ديفلوبمنت. عندك حاجات كتيرة جدا موجودة في يوديمي. عندك بعد كده هننزل تحت شوية، بيبدأ يعرفك عن الكورسات اللي نازلة في البايثون مثلا. وهنا مثلا قايل لي لانك شفت كورس بايثون البوت كامب فروم زيرو تو هيرو، فاحنا بنرشح لك الكورسات ديت. فهو بيرشح لك كورسات على حسب الكورسات اللي انت شفتها. هنا كمان بيرشح لك كورسات تانية، بيقول لك ان دي من الكورسات الريكومندد المقترحة او المستحسنة انك تشوفها. وطبعا اسعار الكورسات زي ما انتم شايفين كلها بفلوس. ويعني انا مش جاي هنا عشان اضحك عليك، لا استنى شوية عشان في اخر الفيديو اعرفك ازاي تقدر تاخد اي كورس من دول ببلاش. بس مش اي كورس حرفيا، ولكن اي كورس ممكن يكون بفلوس هنا هتلاقيه برضو في فترة معينة بينزل ببلاش. ومش فترة معينة يعني ان ده هينزل ببلاش بعد فترة طويلة، لا هو بالعكس، هو بينزل ببلاش في فترات صغيرة جدا، وكمان ممكن يقعد كتير ببلاش كذلك، بس هو بيرجع بفلوس تانية. وكل ده انا هعرفهولك مع سير الفيديو ان شاء الله. نيجي نكمل هنا، فهو بيجيب لك كورسات يعني ليها تفاعلات كتير او ناس كتير اشترتها خاصة بالجرافيك ديزاين. هنا مثلا الكورس دوت تقييمه 4.6 في 54 طالب. عندك هنا الطلاب بيشوفوا الكورسات ديت، وزي ما انت شايف الاعداد كبيرة جدا وموجود عليها بيست سيلر، يعني ان الشخص دوت او الكورس دوت من افضل الكورسات اللي بتتكلم في المجال بتاعه، اللي هو هنا الويب ديفلوبمنت او تطوير الويب او تطوير المواقع يعني. عندك هنا الحاجات المستحسنة ليك: لغات البرمجة مثلا، واللوغاريتميات، ومحرك الالعاب Unreal Engine، وشوية حاجات كتيرة جدا موجودة عندنا في الموقع هنا. حلو قوي كده، احنا هنا وصلنا لنهاية الصفحة. وقبل كل ده طبعا انت محتاج تسجل على يوديمي، واللي طريقتها للتسجيل سهلة جدا. انك لما بتخش بتلاقي ساين اب، او بتخش هنا هتلاقي هنا ساين ان وساين اب. فانت بتدوس ساين اب وبتحط الاسم والايميل والباسورد بتوعك، وبعد كده بتسجل عادي خالص. انت لو عايز تعمل دورة على يوديمي ممكن تدوس على تيتش اون يوديمي. يعني كده بيبدأ يفتح لك الصفحة بتاعت التيتشنج، او الصفحة اللي من خلالها تقدر انت شخصيا تعمل كورس خاص بيك. بتدوس على جيت ستارتد هنا، وبعد كده بتستنى شوية يبدأ يسألك شوية اسئلة، اللي هما ايه هو نوع التدريس اللي انت قمت بتأتيته قبل كده. فانت بتختار له مثلا in personal او in person informally، يعني مع الناس بشكل غير رسمي، مع الناس بشكل احترافي اللي هو مثلا دكتور جامعي او مدرس باي شكل من الاشكال، اونلاين، اذر، براحتك انت بتختار اي واحده. وبعد كده بتدوس كونتينيو، وبيدخلك على الستيب اللي بعدها، بيقول لك ايه هي او ايه القدر اللي انت يعني ايه قدر احترافيتك في صناعه الفيديوهات. تمام،
فانت تقول له انا مبتدئ او عندي بعض المعرفة او انا خبير او انا اصلا عندي شوية فيديوهات وعايز ارفعهم اوريدي انا مخلصهم. فانا مثلا اقول له انا عندي بعض المعرفة وادوس على كونتينيو. هنا بيقول لي هل انت عندك جمهور هتشارك معاه الكورس؟ فانت ممكن تقول له عندي شوية صغيرين، عندي ناس على قد الكورس، عندي مفيش اي ناس دلوقتي خالص او ما عنديش ناس دلوقتي خالص، وتدوس على كونتينيو. زي ما انتم شايفين الصفحة بدأت تفتح معانا اهي. موجود عندنا قائمة جانبية، موجود عندنا create your course. والصفحة دي يعني هي صفحة مليانة حاجات، بس انا دلوقتي بس عرفتك ازاي تسجل عليها. بعد كده ان شاء الله هعرفك ازاي تعمل كورسات عليها، ولكن ده مش موضوعنا النهاردة. موضوعنا الاساسي النهاردة ازاي تقدر تاخد دي طبعا الكورسات اللي معايا انا، واللي بالمناسبة انا ما دفعتش ولا جنيه في اي كورس من الكورسات ديت. كام هم حوالي 75 كورس قدرت اخدهم ببلاش من يوديمي. 75 كورس بالتمام والكمال انا واخدهم ببلاش من يوديمي من غير ما ادفع ولا شلن. في كورسات منهم اسعارها 300 جنيه، في كورسات اسعارها داخله في 1000 جنيه او 2000 جنيه او 3000 كمان جنيه. يعني كورسات حرفيا اسعارها ما تقلش عن 300 او 400 او 500 دولار باقل يعني قدر ممكن تحسبه هتلاقيها في الحسبة ديت. وزي ما انت شايف كورسات في كل المجالات. لو شفنا هنا هنلاقي في الماركتينج، في الاوفلاين برودكتيفيتي، في البيزنس، في التيتشنج، في الديفلوبمنت، في الهيلث، في كل حاجة هتلاقي عندي كورسات. وده طبعا بسبب اني قدرت الاقي طريقة اقدر من خلالها اني اخد الكورسات ديت ببلاش. عايز بقى تعرف ايه هي الطريقة دي؟ كل اللي انت هتعمله انك هتنزل تحت في الوصف وهتخش على لينك القناة اللي هسيبهولك تحت، وهي قناة تليجرام. بتخش على اللينك اللي انا سايبهولك تحت في الديسكريبشن وهتلاقي القناة ظهرت قدامك بالشكل ده. القناة طبعا هي القناة الخاصة بيا بتاعت التليجرام، واللي بنزلك عليها اي كورس بينزل ببلاش، وبيكون كورس فعلا عليه القيمة وان انت فعلا ممكن تكون محتاجه في البرمجة بقى، في الديزاين، في اي حاجة ممكن تحتاجها، واي حاجة عليها قيمة وفعلا تستحق ان انت تاخدها وتدرسها هتلاقيني منزلك الكورس بتاعها على طول. وكل الكورسات اللي نازله ببلاش ومن غير اي حاجه، اي محاولات لان انا اديلك محتوى مضلل، او ان انا هديلك مثلا صفحه كلها اعلانات وكلها حاجات تبع السي بي اي والكلام ده كله. لا، انا ما عنديش الكلام ده كله. انت بس كل اللي عليك بتيجي عند القناه وبتدوس على جوين، بس انا بما اني يعني صاحبها فانا بدوس على فيو. زي ما انت شايف القناه فتحت كده، وعلى طول شايفين قدامكم ده المحتوى اللي احنا بننزله. كورس عن ازاي تكون شيف اكسكيوتيف او اكسكيوتيف اوفيسر، او اللي هو الرئيس التنفيذي. كورسات عن الووردبريس، كورسات عن الفوتوشوب، كورسات عن كل حاجة فعليا. هتلاقي لغات، هتلاقي اي فرصة سفر لو عايز، هتلاقي كورسات ليها علاقة بالبرمجة، كورسات ليها علاقة بالتصميم. كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها هتلاقي لها كورسات عندنا في القناة. فانت كل اللي عليك هتخش على الرابط اللي تحت اللي هو رابط القناة وهتسجل عليها. ويعني كل اللي انت بتعمله انك بتنضم بس، وبعد كده تبدأ تتابعنا اول باول. وطبعا بننزل تصويتات ساعات انك مثلا تكون محتاج محتوى معين، فالتصويتات ديت مش بننزل المحتوى اللي بيكسب في التصويت، وانما احنا بننزل المحتوى اللي واخد فعلا تصويتات، اللي في ناس محتاجاه. حتى لو واحد بس هو اللي صوت لحاجة معينة بننزلها له لاجل هو بس، لان يعني التعليم مجاني وكده كده انت مش دافع فيه حاجة، ولكن قيمته عالية، وانك تتعلم الحاجات ديت بيفرق معاك جدا في شغلك. وعايز اقولك ان نصيحة مني، الكورسات دي كلها بتفرق معاك على حسب مجالك. اللي هو كورسات المحاسبة مثلا في برامج زي الاكسل او الكويك بوكس بتفرق معاك جدا في انك تشتغل وتلاقي وظيفة مناسبة جدا ليك. كورسات اللغات عامة بتفرق معاك في مثلا لو عايز تسافر، مثلا لو عايز تشتغل وظائف بتديك فلوس كتير، فهتلاقي برضو ان كورسات اللغات هتفيدك بشكل كبير جدا في الوظائف ديت. وبدل ما انت تاخد مرتب 4 أو 5000 ممكن يوصل معاك ل20 و30 ألف جنيه في الشهر. فانت كل اللي عليك زي ما بقولك كده هتنزل تحت في الديسكريبشن، هتلاقي الرابط تحت على طول، وبعد كده هتخش عليه وتكون منزل التليجرام وتنضم لينا. ويا مرحب بيك، تشرفني في اي وقت، وان شاء الله المحتوى هينزل بشكل كبير الفترة الجاية. كان معاكم احمد حمدي من قناة درس وبس. ده كان كل اللي عندنا النهاردة. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. مع السلامة.